طبعا بسم الله ما شاء الله عندنا هنا اول حاجه جميله. فوزيه ما شاء الله عليها جابت الحصويتين زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. طلعوا زغلول، هما كانوا مطلعين اتنين بس التاني مات. وتاني مفاجأة عندنا ما شاء الله، الله أكبر، دي جابت الحصويتين اهي. اللهم صل على النبي، الله أكبر. الحمام كده الحمد لله بدأ يشتغل في السلاكة. بعد كده تعال نخش للمفاجأة الجميلة بتاعتنا برضو ما شاء الله. النتاية السيلفر دي كده جابت الحصويتين. يلا مع بعضنا. ايه محدش لسه برضه اتوقع صح ولا ايه؟ كده اعتقد الناس هتعرف بقى هو ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي اللي منورينا في القناة. اولا انتوا اللي طلبتوا مني، انتوا اللي قلتوا عايزين حمام جديد، وانتوا اللي قلتوا عايزين فيديوهات كتير، وانا طبعا تحت امركم وما ينفعش ازعل حد وما ينفعش ايه انزل كلمة حد. جبنا حمام جديد هنعرف هو ايه، بس الاول نشوف السلاكه بتاعتنا ماشيه ازاي والاوضه بتاعتنا ماشيه ازاي، ونعرف الاحداث اللي حصلت الجديده. لان بجد الفيديو النهارده ممتع، والفيديو فيه احداث كتيره ما شاء الله عليه يعني. وان شاء الله باذن الله هنشوف الحمام الجديد وتقولوا لنا مستواه ايه، رايكم فيه، وتقولوا لنا ايه الدنيا. وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن، ونجيب حمام تاني جديد وهنظبط الدنيا مع بعضينا. بس يلا ناخدها واحده واحده، مش عايزين نستعجل، هنبني القناه واحده واحده مع بعضينا. وخلاص هانت يا جدعان، اقل من 50 متابع ونوصل 2000، وهنعمل المسابقه بتاعتنا اللي اتفقنا عليها مع بعضنا ان شاء الله. مش عايز اطول معاكم في المقدمه بتاعتنا. يلا نبدا الفيديو ونشوف الاحداث بتاع الفيديو واصله معانا لحد فين. ويلا خلينا نكمل بقى مع بعض، ندخل مع بعضنا في الفيديو في الاحداث بتاعتنا. مش عايز دوشه، الدنيا لسه صبح والواحد لسه جاي من الشغل والدنيا بايظه. والله لسه جاي من الشغل. تصور لكم الاول. طبعا بسم الله ما شاء الله عندنا هنا اول حاجه جميله. فوزيه ما شاء الله عليها جابت الحصويتين زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا احنا فضلنا الزغلول اللي تحتيها وهي اشتغلت ما شاء الله عليها. هبقى ننضف بس بعد الفيديو ان شاء الله. بعد كده عندنا قصة التهجين بتاعنا ما شاء الله ربنا يبارك. الحصويتين اللي تحتهم مخصبين وتمام وزي الفل. بجد الفيديو جميل. طبعا يا اخي في الطاجن، طب بره الطاجن انت ذكر معفن صحيح. ما علينا، اهم حاجه ان الذكر بتاعنا ده طلع شغال، عشان احنا عاملين مفاجاه حلوه ليه برضه ان شاء الله باذن الله. يلا انا عايز الناس كلها تتوقع في الكومنتات احنا جبنا حمام ايه جديد قبل الفيديو ما يخلص. طبعا دول العبايسه قرب يبيضوا يعني، هم لمين خلاص اهوت ان شاء الله يبيضوا. طبعا برضه فطمنا الزغلول اللي تحتيهم، هو مش كبير احسن حاجه بس احنا فطمناه، نشوف مع بعضنا فطمناه ليه. الحمام الجديد يا جدعان ما شاء الله عليه جميل جميل جميل. عايز كل الناس تخش تتوقع في الكومنتات دلوقتي احنا جبنا حمام ايه جديد، وتقول لي ونشوف الناس اتوقعت صح ولا غلط. يلا خلينا نكمل. ده طبعا قص العبس بتاعنا ما شاء الله عليه. وتاني مفاجأة عندنا ما شاء الله، الله اكبر، دي جابت الحصويتين اهي. اللهم صل على النبي، الله اكبر. الحمام كده الحمد لله بدأ يشتغل في السلاكة. شايفين شكرية يا بنت الجزمة. يلا نخش على اللي بعده. ما شاء الله عندنا طبعا القص ده تحتهم الزغلول بتاعهم ده. بسم الله ما شاء الله. زغلول ما شاء الله عليه حجمه، شايفين المنقار ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله عليه يعني زي ما انت يا معلم. بعد كده ايه نقلنا حنونه هنا وخدنا الزغاليل اللي تحتها دبحناهم طبعا الاتنين، عشان زي ما اتفقنا عندنا فرح وعقبالكم جميعا بنجهز الحمام بتاعه. تعالوا بقى نبص هنا ما شاء الله. ده الزغلول العبس اللي فطمناه، وده الزغلول اللي هو ابن العبس ده اخوه كبير. بس شايفين اللون ده من اللون ده عامل ازاي؟ ده الكبير ده الصغير. وطبعا الاتنين دول قص مع بعضيهم. وده الزغلول اللي احنا فطمناه من تحت فوزيه. تمام. دي طريقة الزغاليل اللي موجودة عندي. انا كنت عارضهم للبيع بس بصراحة بعنا منهم كمية، والباقيين دول بقيوا معانا همت ان شاء الله مش هنبيعهم، هنخلي القص ده وهنخلي دول معانا ان شاء الله باذن الله. بعد كده تعال نخش للمفاجأة الجميلة بتاعتنا برضو ما شاء الله. النتاية السيلفر دي كده جابت الحصويتين. كنا عايزين نكشف عليهم بس نسيت اجيب التليفون التاني، فهنخليها بعد الفيديو ابقى اكشف عليهم انا بالتليفون اللي معايا ده ونشوف مخصبين ولا لا. ربنا يبارك فيها ويطلع على خير، عشان بصراحة الواحد متحمس قوي لحمام الجامعات اللي عنده. وطبعا دول برضو تاني قص جامعات عندنا محص كده الحمد لله. الحمام الجامعات اللي عندنا كله حصه واشتغل، مفيش غير قص واحد بس هو اللي ما اشتغلش، اللي هو اني راح فين، راح في النتايه اللي جنب السقايه دي والدكر ده. دول القص الوحيد اللي ما حصاش. وغالبا كده انا ممكن اجوز الدكر ده لنتايه تاني غير دي، لان النتايه دي مش عايز تشتغل خاص وهرجعها لصاحبها تاني. انا اتفقت معاه انها لو ما اشتغلتش هرجعها له تاني. بعد كده عندنا هنا ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الزغلولين دول ولاد ايه القص البلد اللي عندنا ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. دول اول ايه حاجه عندنا اهوت. احنا كمان عندناش زغاليل صغيره خالص يعتبر غير دول، والباقيين كلهم يعتبر ذبحناهم. كل ما يطلب يجهز عندنا حاجه بنذبحها. طبعا بذبح الزغاليل البلدي، الزغاليل اللي هي مش مهمه قوي، لكن الزغاليل الثانيه طبعا زي الاسترالي اللي هناك ده مستحيل طبعا اذبحه، والعبس اللي احنا شفناه في السلاكه والجو ده كله. وهنا عندنا طبعا قص بلدي تاني ما شاء الله محصي اهوت. بسم الله ما شاء الله محصي الاثنين، وهنكشف عليهم برده بعد الفيديو بقالهم 3 ايام.
بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. طلعوا زغلول، هما كانوا مطلعين اتنين بس التاني مات. مش عارف بقى مات ليه بصراحه، يعني هما كانوا نطروه برجلهم هنا هما بيطيروا، فطلعت بدور عليه لقيته اختفى، اتاريه مات هنا. ما علينا. طبعا عندنا هنا سماسيم وما شاء الله عليها، تحتها الحصويتين والاتنين مخصبين بسم الله ما شاء الله، حنينه جدا يا جدعان ما شاء الله عليها. يعني في حمام بيخبط كده ويرزع، لا هي هاديه وحنينه ما بتقومش. يعني بصوا حتى لما تيجي تخبط بسيطه، لكن الحمام التاني بيرزع كده بتحس ان هو بيكسر اصلا. وطبعا عندنا هنا دول البطين بتوع النتاي البلدي والذكر الكريزلي اللي عندنا، ودول ولاد الاتنين الاسود ما شاء الله، الله اكبر. ده خلاص بيطلعوا، شايفين خلاص بتطلع ايه، بس البيضه دي شغاله، البيضه دي باين عليها ايه، كبست اسودت. شوفها بعد الفيديو لو كده ممكن نظبطها. بعد كده عندنا القص البلدي التاني ده ما شاء الله، الله اكبر عليهم، محصين برضو الاتنين والاتنين معمرين اللهم لك الحمد. واخر حاجه طبعا لازم نطمن عليها هو الزغلول الاسترالي بتاعنا. ده ابن القص الاسترالي اللي عندنا، اللي كنا نفسنا ناخد من تحتيه زغلول، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله المستوى عامل ازاي. لا بجد ما شاء الله عليه مستوى جميل. على فكره ده الزغلول دوتي اللي بياكلوا الاتنين اللي هم محصين هنا دول، ده هم اللي بياكلونا محضرهم تحتيه. خدت الزغلول البلدي اللي كان معانا لو فاكرين وذبحناه، خدته ذبحناه الحمد لله، يعني ما خليناش عندنا. بس دي الفكره بتاعت الفيديو بتاعنا النهارده. يلا بينا نشوف الحمام الجديد ونشوف الدنيا معانا عامله ازاي. حمام مفاجاه، حمام جميل مستواه حلو. هو عندي بقاله 3 ايام، كنت عازله على جنب واديته رافع مناعه وظبطته للدنيا وخلاص، تاكدنا ان هم تمام وكويسين وما فيهمش اي حاجه، وقلنا ندخلهم على الحمام. يلا مع بعضنا. ايه محدش لسه برضه اتوقع صح ولا ايه؟ كده اعتقد الناس هتعرف بقى هو ايه. عايز اوريهولكوا في سلاكه ولا اسيبه هنا؟ لا اخليه هنا بس يا رب ما يطيروش. دي ما شاء الله نتايه ما تطيريش، استنى اهي نطت. وده ما شاء الله عليها نتايه تانية اهي. بص يا جدعان المستوى ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله. وده الدكر بتاع اهدي، ده الدكر بتاع النتايه اللي هي لسه طايره دي. احنا جبنا دكر ونتايتين، جبنا نتايه للدكر ده ان شاء الله بعد ما ناخد الخارج ده من تحتهم، لان هي لسه صغيره عليها حوالي 5 شاشات او 6، مش هتشتغل دلوقتي، يكون هو خرج البطين اللي تحتيه واكلهم وكبروا، وبعد كده نجوزها له. ودول التانيين الاثنين التانيين جبناهم وعملناهم قص مع بعضهم زي ما انتم شايفين ما شاء الله، الله اكبر. تعالى انا قصقصت جناح منهم طبعا زي ما انا بعمل مع الحمام اللي انا بجيبه جديد كله، لان انا بطير الحمام مش هينفع اسيب الحمام ايه بجناحاته زي النفاخ ده مثلا ما شاء الله. شوف النفاخ بدأ ينفخ اهو، الدنيا ظبطت معاه. النفاخ ده كله انا واخد منه جناح، الاربع فرد اللي عندنا، لان انا لو سبت جناحاتهم هيطيروا الشباك مفتوح مش هشوفهم تاني. فدول اهو ما شاء الله الحمام الجديد اللي عندنا اهو، بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني كده عندنا دلوقتي قصين هزاز وعندنا قصين نفاخ ما شاء الله، الله اكبر. هنظبط الفترة اللي جاية، لسه في حمام جديد تاني جاي، احتمال كبير اروح اجيبه النهارده، مش اكيد بس احتمال ان انا اروح اجيبه من النهارده. نوع مميز ونوع جميل ونفسي اربيه من زمان، هو مش من الحمام الغالي قوي بس حمام مميز وحمام حلو قوي من زمان، وانا نفسي اربيه. كان عندي منه ذكر قبل كده قبل ما انقل الحمام في الاوضه هنا اصلا واختفى مشي. فان شاء الله باذن الله اروح النهارده بعد العصر او قبل المغرب كده اجيبهم، لان انا هنزل انام دلوقتي لان انا كنت شغال اصلا شيفت بالليل، فما لسه جاي من الشغل اصلا يا دوبك هفطر وانام. قلت اطلع اصور لكم الفيديو الاول قبل ما انزله لكم. المهم يا صاحبي لو وصلت معانا لاخر الفيديو هنا، اهم حاجه تكون صليت على النبي في الكومنتات وعملت لنا لايك جميل عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وطبعا لازم كل الناس تعمل اشتراك عشان خلاص هانت ونوصل 2000 متابع. يلا يا جدعان مش عايز حد يكسل، عايزين نوصل بسرعه وعايزين ننجح مع بعضينا. احنا مش هنقول فاضل 50 واحد ونوصل 2000 متابع، لا احنا هنقول فاضل 98,000 متابع ونوصل 100,000، لان احنا هدفنا نوصل 100,000 متابع في القناه بتاعتنا مع بعضينا. فكل يشد حلو يعمل اشتراك في القناه بتاعتنا عشان نوصل بسرعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.